الجنة ونعيمها وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا غير البركات على ما أناله وأولاه، ونسمي بحمد موارده سائرة هنية مبتدئا من الشكر الجميل مطايا، ونصلي ونسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرى الكريمة والجبال، واستمنح الله تعالى رضوان يقص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، ونستجري هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطاء وخطاه، وننشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا وطريا ناظما من النسب الشريف إبنا تحلى المسامع بخلاف، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عظيم اللهم قبره الكريم بعرف جزيل من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدا خصال السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعانه الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كلاب كما جنح إليه الكثير ورقضاه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من آل المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان وهذا سبق نظم القرائن بلاد السنة السنية ورفضه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأقرب صلى الله عليه وسلم وستته المنتقى نزل
وسمى